ازيكم يا جماعه. النهارده هنحل مشكله اللي انتوا شايفينها على الشاشه دلوقتي كده، وهي ان الفيديو بتاعك بيبقى اصغر من حجم شاشه البريفيو، او ساعات بيبقى اكبر منها كمان. ايه حل بقى المشكله دي؟ في حل بسيط، انك تضغط عليها ضغطتين، تضغط على الكليب بتاعك ضغطتين، ومن اي كورنر هنا تشده لغايه ما يبقى على قد حجم شاشه البريفيو بتاعتك. ده اسهل حل موجود. طيب في حل تاني، تعمل ايه؟ تروح تعمل سيلكت الفيديو بتاعك، تروح على افكت كنترولز، وتتحكم بالسكيل برضو من هنا، تضغط عليه وتحركه يمين وشمال لو انت عايز ايه تكبر او تصغر. طبعا لو الفيديو بتاعك كبير تصغره، ولو الفيديو بتاعك ايه صغير تكبره على قد ايه حجم شاشه البريفيو بالشكل ايه ده كده. تمام. طيب افرض الفيديو بتاعك مش الريشيو بتاعته مش 16:9، يعني الحجم الطبيعي بتاع الشاشه دي او الديفولت بيبقى 16:9. افرض الريشيو بتاعت الفيديو بتاعك مش 16:9، هيبقى دايما ايه بعد ما تكبر الفيديو بتاعك هتلاقي في حاجه زي ايه حته سودة كده من يمين وشمال الفيديو او من فوق وتحت الفيديو. طب ايه حلها؟ ممكن تغير الاسبكت ريشيو بتاعت الشاشه عشان تبقى على قد حجم الفيديو، دي هنشرحها في فيديو قريب. اما لو مش عايز تلعب في الاسبكت ريشيو بتاع شاشه البريفيو، ممكن بكل بساطه تروح تعمل تشيل يونيفورم سكيل دي، هتخلي الفيديو بتاعك تقدر تغيره زي ما انت عايز، تخليه على قد حجم الشاشه بالظبط بالشكل ده كده. تشيل ايه الحته السوداء اللي كانت موجوده. طبعا الطريقه دي ليها شويه مشاكل، انها ساعات بتقلل جوده الفيديو، فلو المساحه السوداء دي كبيره قوي ما تعملش الطريقه دي، ولو المساحه السوداء صغيره ممكن تنفذ الطريقه دي هتنفع. كده نكون وصلنا لنهايه الحلقه. مش عشان لايك الفيديو تشتركوا في القناه، تابعونا على صفحه الفيسبوك، لو اللينك تحت في الديسكربشن. وبس كده، سلام.